انا ما بكرهش الخير لمصر او اي حاجه تخلي مصر شكلها حلو. انما انتوا مش شايفين ان مليار فاصلة 2 وزائد 519 او 520 مليون زياده عليهم، دول مبالغ ممكن تدفع في انها تطور من مصر من جوه، سواء في المرور، سواء في الشوارع، سواء في المعاملات، سواء في التكنولوجيا، سواء في المدارس، سواء في المصالح الحكومية، سواء في الداخلية يتعمل كامبينز علشان القبض على المجرمين والحفاظ على حياة الناس والناس ما تبقاش في خطر. يبقى في حاجة أقوى وأحسن، يبقى في أنظمة رادارات أكتر، يبقى في عربيات بوليس في الشارع علشان تمنع اصلا الاجرام والحوادث من البدايه. يتم استثمار الفلوس دي في كل المجالات بتاعه حمايه المواطن، بوليس، جيش، مطافي، اسعاف. يتعمل خط ساخن للثلاثه دول مع بعض، ان الشخص لما يتصل وهو في حاله خطر يقوله على طول في ظرف 5 دقائق. الفلوس تستثمر في سفلته الشوارع اللي كلها متكسره، تستثمر في ان يكون في شركه كويسه للزباله، ويكون في نظام للزباله بدل ما الشوارع كلها مليانه زباله وروائح مش حلوه. دي كلها امثله بسيطه وحاجات اصلا اساسيه المفروض بلادنا تكون متمتعه بيها، ويكون الاستثمار فيها بشكل قوي وشكل دايم. انما الاستثمار في الشكليات، هتقول لي عشان السياحه، اقول لك جميل، بس انت صارف مبلغ ضخم ومهول في جانب واحد بس، مع ان ممكن المبلغ الضخم والمهول ده ممكن تقسمه على 100 مجال و100 حاجة ممكن تفيد البلد، سواء خارجيا او داخليا، وكمان تفيد الشعب بتاعها. قولوا لي لو انا غلطان.